بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معلومه سريعه كده نقولها علشان نحمي نفسنا ونحمي كل اللي بياكل من ايدينا من الخطوره والتسمم اللي ممكن يحصل لنا، وهي امتى غسيل الفراخ يعمل لنا تسمم. طب احنا بنسال نفسنا سؤال، احنا ليه بنغسل الفراخ؟ هتقول عشان بننضفها ونخليها نظيفه خالص، ما معلاش اي عوالق ولا تراب ولا بكتيريا ولا الكلام ده. الغسيل معاكم بيزيل اي عوالق من الدم والتراب وما شابه ذلك، بس البكتيريا ما بيتخلصش منها. الطريقه الوحيده للتخلص من البكتيريا الممرضه والغير ممرضه هي الطهي، سواء بالشوي او السلق او اي طريقه اخرى، بس اهم حاجه النار او السخونيه ترتفع داخل اللحمه، لان الكلام ده بينطبق على اللحمه برضه، اللحمه او الفراخ. طب ايه اللي بيحصل بقى ممكن يعمل لنا تسمم الغسيل؟ احنا بنغسل ازاي؟ بنجيب الفرخه ونحطها تحت الميه، نفتح الخلاط او نفتح الحنفيه على الاخر ونقعد نغسل وندعك جامد في الفرخه ومفكرين ان دي شطاره، لكن الميه اللي بتنزل دي بتطرطش، مش بتطرطش على الحوض، بتطرطش على الرخامه، بتطرطش على المعالق الموجوده جنبها، بتطرطش على السكينه، والمصيبه السوداء لو كان في خضار هيتعمل سلطه موجود على الرخامه. كل ده الميه اللي بتطرطش دي محمله بالبكتيريا، وقد تكون بكتيريا شديده الخطوره زي السالمونيلا، وفي كتير تاني طبعا من البكتيريات الممرضه. طب نعمل ايه علشان نغسل الفراخ؟ ممكن نجيب ميه، نجيب حله غويطه ولا حاجه، اناء عميق، ونحط فيه الفرخه وندعكها من غير ما نطرطش ميه. يعني من غير ما نطرطش ميه بندعك الفرخه، وبعد كده ممكن في ميه بقى خل وليمون زي ما انتوا بتعملوا، الستات بيعملوا. يبقى دي الطريقه الصح. طيب لو نفرض ان حصل وغسلنا بالطريقه المعتاده ديت، طبعا الرذاذ اللي بيطلع ده احنا ما نشوفوش بعينينا، بنحاول نطهر كل المكان اللي حواليه ده بالميه والصابون، نغسل الحوض كويس، نغسل السكاكين اللي كانت موجوده جنبه، نغسل الرخامه، نغسل كل حاجه كانت موجوده في المكان اللي احنا بنغسل فيه الفرخه. في نفس الوقت معلومه مهمه، السكينه اللي احنا بنستخدمها في تقطيع الفرخه واللحوم يفضل انها تكون خاصه باللحوم والفراخ. طب ما عندناش اللي هي بنغسلها كويس جدا جدا بالميه والصابون عشان نخلص من الحاجات دي كلها، ونغسل الرخامه بالميه والصابون، ونغسل اي حاجه حوالينا. بس هي دي المعلومه اللي انا حبيت اضيفها. وفي الاخير بنحب ندعي ربنا وقولوا امين، اللهم انصرنا على الصهاينه.